اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض الجلاش او البقلاوه الحلوه، وهنعمل اشكال الاساور واشكال الصوابع المكشكشه الجميله دي. طريقته بسيطه وما بياخدش وقت في التجهيز، كمان بيطلع شكله لذيذ قوي. لو لسه ما عملتوش سبسكرايب للقناه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا نبتدي. هنحتاج لفه واحده من الجلاش. الباكج دي بيبقى فيها لفتين، انا بجيبها من بابليكس او من والمارت. وهنخلي جنبنا فوطة مبلينها حاجة بسيطة قوي بالمية علشان نبقى مغطيين بيها الجلاش بالطريقة المكشكشة دي لازم طول الوقت يبقى طري، علشان لو نشف من الهوا هيبتدي يتكسر منكم واحنا بنلفه. الحشوة بتاعتنا انا طحنت فستق، طحنته ناعم قوي، ممكن كمان تطحنوا سوداني، عين جمل، اي حشوة تحبوها. وهنحتاج نص كوباية من السمنة النباتي الدايبة، ممكن كمان تستخدموا زبدة أو سمنة على زيت زي ما تحبوا. طبعا دهنا الصينية بتاعتنا. وهنحتاج 3 من الأعواد الخشب، أنا لزقتهم مع بعض كده بتيب عشان دول اللي هنلف الجلاش بتاعنا عليهم. نبتدي بقى نشتغل في الجلاش بتاعنا، نفتحه ونغطيه بالفوطة المندية مية، ونستخدم ورقتين في كل صباع هنعمله. هناخد أول ورقة نفردها كده ونحط عليها السمنة بالفرشة ونغطيها كويس بالسمنة، وبعد كده هنحط الورقة التانية. لو في ورقة مكسرة شوية خلوها الورقة اللي من فوق علشان لما نلفها ما تبانش. هنحط الحشوة بتاعتنا في التلت اللي فوق كده، ونطبق تلت الورقة علشان نقفل على الحشوة. وبعد كده هنحط العود الخشب بتاعنا، نبتدي نضغط عليها من النص كده ومن الأطراف، نضغطها لجوه علشان نديها الشكل المكشكش زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نطلعها ونسيبها مفرودة كده زي ما هي في الصينية، هي هتحتفظ بشكلها مش هترجع تاني. هوريكم واحدة تانية برضو بنحتاج ورقتين لكل صباع هنعمله. وناخد ورقة ونغطيها بالسمنة كويس، وبعد كده نحط الورقة التانية ونحط الحشوة في التلت اللي من فوق، ونطبق جزء من الورقة كده عليها، ونحط العود الخشب ونلف بالراحة، ونبتدي نضغط من النص ومن الأطراف لغاية ما نكشكشها كويس قوي. طول ما الورق بتاعنا طري منشفش هتلاقوها بتتكشكش بمنتهى السهولة ومش بتتكسر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بمجرد ما بنضغطها كويس كده خلاص بتحتفظ بشكلها، ما بتفكش تاني، مش محتاجين نزنقها بأي حاجة في الصينية، هي بتفضل محتفظة بشكلها. الشكل ده بيبقى لطيف قوي. ممكن بعد كده نقطعه للقطع اللي احنا عايزينه. هوريكم شكل تاني اللي هو شكل الأساور. هناخد برضو ورقتين، أول ورقة هنفردها ونغطيها كويس قوي بالسمنة، وبعد كده نحط الورقة التانية، وبعد كده نحط الحشوة بتاعتنا. بس المرة دي هنسيب مسافة في النص علشان احنا هنقسمها بالسكينة لوحدتين زي ما انتوا شايفين في النص كده بالظبط. بعد كده هنكرر نفس الخطوات، هنطبق الجلاش على الحشوة ونبتدي نلفهم ونضغطهم من الأطراف كده لغاية ما نكشكش الجلاش بتاعنا، ونطلعها ونبتدي نلفها على نفسها كده لغاية ما تدينا شكل اسورة أو دايرة، يعني بالظبط نفس اللي عملناه في اول واحدة. الفرق ان احنا قسمنا الورقة بالنص، وبعد ما بنطلعها من الاعواد الخشب بتاعتنا بعد ما نكون ضغطناها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، بنلفها على نفسها علشان تدينا شكل دايرة. انس ان انتوا ضغطوها كويس قوي وشكلتوها كده وضغطتوا عليها ثانية واحدة او ثانيتين، هي خلاص احتفظت بشكلها مش هتفك تاني. هنكمل بقى بقية الجلاش بنفس الطريقة. اعملوا الاشكال اللي تحبوها. طبعا الاشكال الصوابع انا قطعتهم تقريبا على 4، عايزين تصغروها او تكبروها براحتكم. وهنبتدي ندهن الجلاش بتاعنا من فوق بالسمنة، وفي الوقت ده نكون شغلنا الفرن بتاعنا على درجة حرارة 350 فahrenheit او 180. نحطه في الرف اللي في النص، وهيقعد في الفرن حوالي من نص ساعة ل35 دقيقة لغاية ما ياخد لون ذهبي. طبعا والجلاش بتاعنا بيستوي هنجهز الشربات بتاعنا عشان لازم يكون دافي واحنا بنحطه على الجلاش. هنحتاج كوبايتين من السكر، كوباية من المية، وعصرة من الليمون، ويغلوا مع بعض 3 دقايق ويبقى الشربات بتاعنا جاهز. جربوا تعملوا الجلاش بالطريقة دي، بيطلع شكله لذيذ قوي في التقديم. وقولولي رأيكم، ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.